ايديك واحضن هوايا، غمض عينيك واحلم معايا، وهات ايديك واحضن هوايا، دوقني شوق دوق الغرام، غمض عينيك وفي حضني نام، دوقني شوق دوق الغرام، غمض عينيك وفي حضني نام، قول بالهوى من غير كلام، ده احنا اتخلقنا لبعضنا. انا مي كساب، 21 سنة، بدرس في كلية تربية موسيقية. اتولدت في طنطا وجيت القاهرة هنا عشان ادرس الموسيقى، لان لقيت ان الانسان الموهبة لوحدها مش كافية ان انا اكون فنانة كويسة وابقى مختلفة ومميزة عن الموجودين في الساحة. فلقيت ان انا لازم ادرس عشان ابقى فاهمة المزيكا اللي انا بقولها وبغنيها والالحان اللي بتتعرض عليا، وابقى فاهمة في الشعر وفي كل حاجة. فجيت القاهرة ودرست في كلية تربية موسيقية. اكيد طبعا زي اي شاب ما تفتكروش ان الموضوع بيبقى سهل او بيجي باي لك، يعني ان الواحد بيوصل للموضوع اللي هو فيه. اكيد بيتعب جدا 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 فوق ما انتوا تتخيلوا. مهنة شاقة جدا ومهنة متعبة جدا، عشان الانسان اللي عنده فن يقدر يوصل للجمهور ويحسوا بفنه، محتاج مجهود شاق جدا ومحتاج تعب. فانا اكيد مريت بالحاجات دي، ولسه كمان لسه هتعب، لان انا في بداية مشوار حياتي. طبعا انتوا عرفتوني من خلال دويتو غمض عينيك. غمض عينيك انا غنيته مع الفنان مجدي القاسم، وكان ليا حظ سعيد جدا ان انا غنيت مع فنان زي مجدي القاسم. عايزه اقول لكم ان هو كان ليا اكتر من اخ. العمل مر بسلاسه جدا ما حسيتش بيها. المهم جات ازاي موضوع غمض عينيك. واحد زميلي في الكليه هو مدير فرقه مجدي القاسم، هو جه في يوم كده قاعدين في الكليه عادي بنتكلم عادي جدا يعني، فقال لي ايه رايك لو غنيتي مع مجدي القاسم؟ قلت له يا ريت والله. قال لي طب ولو اغنيه رومانسيه كمان، هو عارف جدا ان انا بحب اللون الرومانسي جدا. فقلت له يا ريت. خدني وقابلت في مجد، قابلني مقابله كويسه جدا يعني، قعدت اغني معاه وكان جات له كذا صوت، وكان اوريدي في ناس بتعرض عليه ان هو يغني دويتو مع فنانه معروفه، فهو فضل ان هو بدل ما يغني مع فنانه معروفه يكون هو سبب في انه يطلع نجمه جديده للناس يعني. فالحمد لله غنينا الغنوه، كان بيساعدني حتى في التسجيل في الاستوديو، والاغنيه الحمد لله نجحت نجاح انا ما كنتش متوقعاه. وبعد النجاح ده اتعرفت على المنتج، نفس منتج مجد القاسم، هو بينتج لي دلوقتي ألبومي الجديد. وانا نقيت كذا اغنيه، الحان محمد ضياء والحان محمد رحيم والحان اشرف سالم، الكلمات طبعا سامح العجمي وبهاء الدين محمد، ناس كتير جدا مش عايزه انسى اي حد طبعا. المهم اقرب حاجه جديده هتنزل باذن الله اغاني فيلم اكاديميه الحب، والمفاجاه ان انا هغني انا وهاني سلامه. مش هاني سلامه بس، كمان طلعت زين هيغني معانا اغنيه جميله جدا بهديها لكم كلكم في عيد الحب. طبعا في البومي الجديد انا كطبيعتي انسانه رومانسيه جدا، بحب الرومانسيه وحاسه ان احنا مفتقدين اللون الرومانسي، وحاسه ان احنا كمان مش مفتقدين اي لون تاني. عندنا اللون الشعبي وعندنا اللون الشبابي الستايل، واحنا مفتقدين جدا اللون الرومانسي في مصر. يعني بعد حنان ماضي مش لاقيين حد يغني اللون ده يبقى فيه متميز. فانا فعلا نفسي اخد اللون ده سكه ليا، لان انا بحبه جدا وبحس ان انا يعني بغني فيه بكل احساس. فيا رب اكون عند حسن ظنكم ويعجبكم الستايلات اللي هعملها في الشريط. بالنسبه ان انا ممكن اعمل دويتو تاني في الفتره الجايه ما يتهيأليش، لان مش عايزه اكرر نفسي في ستايل الدويتو، لازم اثبت نجاحي الاول لوحدي وبعد كده اعمل دويتو. لكن في مفاجاه برضو بهديها لكم بس الجمهور كلمتنا، ان انا باذن الله هعمل دويتو مصري خليجي، والدويتو ده هيكون مع الفنان راشد الفارس، واتمنى باذن الله ان هو يعجبكم. طموحاتي ان انا اوصل لكم ويعني ربنا يوفقني في اللون اللي انا حبيته واخترته، واتمنى اكون عند حسن ظنكم دايما. وكل سنه وانتم طيبين، باي باي.